كيف تتواصلي مع زوجك؟ من كتاب زوجة حسب قلب الله للكاتبة مرثا بيس. هل حصل معاكي إنك قلتي حاجة وحسيتي بالأسف بعد ما قلتيها؟ ده السؤال اللي ابتدت بيه الكاتبة الفصل ده من كتابها. للأسف أوقات بنقول كلمات بتؤذي الآخرين وتسبب ليهم جروح مش سهل شفائها، خصوصاً بين الأزواج. ولأن الكتاب المقدس قال في متى 12 عدد 36 و 37: كل كلمة بطالة يتكلم بها الناس سوف يعطون عنها حساباً يوم الدين، لأنك بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. بمعنى إن كل كلمة هنقولها هنعطى عنها حساب. عشان كده لازم نتعلم إزاي نتكلم بحكمة ووداعة وتواضع. قالت الكاتبة إن الزوجة اللي بحسب قلب الله تحتاج تتعلم تتواصل بصورة صح مع زوجها، وقدمت مبادئ للتواصل مع الزوج. أول مبدأ: كلمات الزوجة الغلط بتبدأ بأفكار ودوافع غلط. في متى 12 عدد 34 قال: من فضلة القلب يتكلم الفم. القلب في الكتاب المقدس بيعبر عن أفكار الشخص واختياراته ودوافعه. فقلبك مش هو الجزء العاطفي اللي مش قادرة تسيطري عليه، لكن اللي بتفكري فيه هو اختيارك. فالكلمات الغلط بتبدأ بأفكار غلط. إذا كنتي بتقولي كلمات صعبة لزوجك، خدي وقتك ولاحظي اللي بتفكري فيه، والحل إنك تجددي ذهنك عن طريق قعدتك مع الرب. اكشفي ليه أفكارك واسمحي ليه ينور بكلمته كل ضلمة في أفكارك، وعندها بس هتقدري تغيري طريقة كلامك مع زوجك. تاني مبدأ: قولي الصدق لزوجك لكن بمحبة. إنك تقولي الحق دايما ده مش سهل، لأن أوقات الكلام هيكون بيضايق زوجك، فالأسهل إنك تتجنبي الأمور، لكن تقدري تقولي الحق بصبر وحب. وده مش هيحصل غير لو صليتي قبل الكلام إن ربنا يديكي حكمة إزاي توصلي الحق من غير ما تجرحي أو تضايقي زوجك. تالت مبدأ: طريقة تقديم كلامك ونبرة صوتك بتفرق جدا في التواصل واستقبال زوجك لكلامك. فالزوجة اللي بحسب قلب الله حكيمة وحنونة، لما بتتكلم بتكون بقيادة من الروح القدس، وده محتاج تدريب وممارسة إنك تتكلمي بلطف وحكمة في كلامك ونبرة صوتك. وافتكري إنك لو عايزة تكوني زوجة بحسب قلب الله لازم تدربي نفسك على طريقة كلامك وتواصلك مع زوجك، لأن التواصل بطريقة صحيحة هيساعد في حل كتير من الخناقات. رابع مبدأ: احذري الكلام بغضب، لأن الغضب في الكلام بصوت عالي وحاد هيؤدي لكلام جارح ومبالغ فيه وكمان بانتقام، فهتكون ردودك عنيفة أكتر من الإساءة نفسها، وهتخسري توصيل اللي بيضايقك لزوجك. وهنا يجي السؤال: إزاي أتغلب على الغضب وعدم الصبر؟ في يعقوب 19 عدد 1 بيقول: ليكن كل إنسان مسرعاً في الاستماع، مبطئاً في التكلم، مبطئاً في الغضب. كم مرة غضبتي بسبب إن الأمور ما تحققتش بطريقتك؟ لكن لما يحصل الأمر ده، دربي نفسك إنك تسمعي زوجك الأول، اعرفي وجهة نظره، وبعدها اتجنبي إنك تكملي الحوار وإنتي غضبانة. خدي وقتك، صلي واطلبي حكمة من ربنا، وفكري في اللي قاله زوجك واللي عايزة تتكلمي فيه، وبعدها اختاري الوقت المناسب للكلام. افتكري إن الغضب زي كورة من التل، بتلف من قمة التل وتنزل، وفي طريق نزولها بتكبر الكورة وتبقى سريعة وقوية، لكن تقدري توقفي كورة التلج بسهولة عند قمة التل عن طريق إنك تستبدلي أفكار الغضب بأفكار المحبة اللي بتصبر وتحتمل وتغفر. يمكن تكوني زوجة غاضبة ليكي وقت طويل، لكن في المسيح تقدري تتغيري. اطلبي معونة الرب واسمحي ليه يشفي أعماقك ويغير أفكارك. ولو فشلتي في مرة لا تيأسي، لكن اعترفي بغلطك واطلبي غفران زوجك. الأمر محتاج تدريب مستمر، وما تقلقيش، الله هيساعدك عشان تكوني زوجة بحسب قلبه. الكتاب مليان بالتفاصيل، بنشجعك تقريه وأكيد هتستفادي. ربنا معاكي.